نقدر ندي معلومات اكتر، هل في حاجة ممكن نعملها مبقاش لها سايد افكت؟ هل حاجة ممكن نعملها مبقاش لها مشاكل خالص؟ هل ممكن نبدأ مشروع او نبدأ خطوة من غير ما يبقى فيه بعض المعوقات؟ لو حبينا نتكلم عن دودة الارض وتقييم هذا المشروع، ايه المعوقات اللي ممكن تعوق مربي دود الارض سواء على نطاق ضيق او على نطاق واسع، علشان لو قدرنا نعرف مشكلة معينة ممكن. معانا ايه يا جماعة؟ العناصر الثقيلة الموجودة في التربة، يمكن هو الكنترول بيأكد لي أكتر من مرة إن إحنا نستخدم ده في علاج التربة والعناصر الثقيلة الموجودة في التربة، ودي الميزة يمكن إحنا تعرضنا ليها لكن نأكدها كمان مرة، ونتكلم على إيه المعوقات اللي ممكن تقابل حد سواء على نطاق ضيق أو على نطاق واسع، لأن من الصعب قوي إن إحنا نقول مفيش مشروع من غير إن إحنا نلاقي حاجة ممكن توقفنا أو تبقى فيه صعوبة. بالظبط. هو نمرة واحد أهم حاجة بالنسبة لنا حكاية نقل المعرفة، إن إحنا نعرف الناس إيه الحقيقة، لأن في البعض طبعا بيستغل الموضوع دوت وبيروج له بشكل تجاري أكتر، لكن إحنا كمجموعة مهتمين بالبيئة، مهتمين بالنظافة للطرق بتاعتنا والبيئة بتاعتنا. يهمني قوي نقل المعرفة للناس عشان تعرف المعلومات الكاملة واللازمة إزاي تخلي النظام ناجح. لكن شيء طبيعي جدا لو حصل أخطاء بشرية هيبقى النظام فاشل. ده لو حصل أخطاء بشرية، دي نمرة واحد. أحد المعوقات نقص إن ما عنديش الدود ده في مصر متوافر، مش موجود في البيئة بتاعتنا. البداية كلها بدأت ب 2 كيلو دود، ودلوقتي متوزعين يعني كميات بدأت بكميات كبيرة ب 2 كيلو، لكن هو مش موجود في الأراضي بتاعتنا. يعني السلالات الموجودة في الأرض المصرية ما لهاش نفس المواصفات. يعني لو نقلت الدود اللي هنا دلوقتي الأرض المصرية هيموت من الجوع، مش هيقدر يستحمل، لان الماده العضويه في الارض المصريه منخفضه اقل من 2%. لو جبت الدوده اللي موجوده في الارض المصريه نقلتها في النظم بتاعتي هتموت من التخمه، لان انا عايش في ماده عضويه. هقدر استخدم ده ان انا اعالج التربه بقى، انا اخد الفيرمي كومبوست، اخد السماد اللي طالع منه اعالج بيه اللي هيظهر لي بعد كده نتيجه بالظبط. فارتفاع سعره نتيجه ان هو اساسا مش موجود في الاراضي بتاعتنا المصريه، فطبعا ده بيبقى عائق قدام الناس. احيانا انتشار بعض الشائعات والخرافات طبعا بتخدع الناس، فدي برضك حاجه ثانيه. عشان كده بقول لحضرتك طب هل ممكن بعد فتره المنتج اللي هيطلع لي من تربيه الدود ده ان انا بحطه مره واثنين وثلاثه في الارض الزراعيه، هل ممكن صفاتها ممكن تتغير؟ هل ممكن فيما بعد تقبل هذا النوع من الديدان؟ لا، محتاج ان هو ارفع نسبه الماده العضويه بنسبه معنويه فوق ال 8%، ودي طبعا صعبه جدا تحت ظروفنا المصريه، لان طبيعه مصر ده نظام او سيستم في كل الاراضي المصريه ولا اراضي شبه قاحله. يعني احنا طبيعه تاثير الاراضي بتاعتنا اراضي شبه قاحله، درجات حراره عاليه جدا، فصعب جدا ترتفع نسبه الماده العضويه. لكن انا استخدم الماده العضويه اللي طالعه الفيرمي كومبوست، السماد العضوي اللي طالع دوت في عمليه الزراعه نفسها، ده كافي جدا ان هو يحسن لي الاراضي بتاعتنا. لكن طبعا هيرفع نسبه الماده العضويه، لكن مش لدرجه ان هو يوصل ان الدوده دي تقدر تعيش في الارض المصريه. صعب. لكن على الاقل هيحسن الدوده اللي عايشه في الارض. يعني الدوده المصريه او احنا بنقول هي مجازا دوده مصريه، لكن هي طبعا في سلالات مختلفه عايشه عندنا، بس احنا مجازا بنقول الدوده البلدي او مجازا الدوده المصريه. نفس الشكل؟ اشكال قريبه منها، عشان كده ساعات في البعض بيبيع الدوده البلدي اكنها ديت، لكن في اشارات معينه وفي علامات معينه بقدر افرق ما بين الدود اللي احنا جايبينه، السلالات اللي احنا شغالين بيها، وبين السلالات البلديه. فدي بتبقى نقطه مهمه جدا. حكايه ان هي بتحافظ على الاراضي وبتعمل تحسين للاراضي، دي طبعا باستخدام الفيرمي كومبوست. الدوده نفسها كمان في حكايه المخلفات لما بتدورها، وحكايه العناصر الثقيله هي بتعمل عمليه كبسله،